السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. اليوم كان في موضوع قالب السوشيال ميديا بطريقة رهيبة. كان سبق قبل كده واتكلمنا في طلاق الفنان أحمد السقا من الإعلامية مها صبري اللي هي طليقته. مها صبري للعلم هي بنت مصفف الشعر المعروف اللي هو يعني مشهور جدا انه بيصفف شعر اغلب الفنانين الكبار، اللي هو محمد الصغير. مصفف شعر يعني الحلاق، يعني الحلاق بتاع اغلب فنانين الكبار يعني. مع الصغير حاصلة على واخدة يعني الدبلومة الأمريكية أو في كلية إعلام أمريكية. وهي إعلامية كويسة يعني. المهم الناس اليوم فوجئت في فيديو نازل لأحمد السقا وهو راكب عربيته وبيجري أو بيعتدي بالضرب على طليقته السابقة مها الصغير. فأحمد السقا الحدوتة إن هو كانت نازلة من الكومباوند بتاعها في الشيخ زايد. السواق بيبص وراه لقى عربية أحمد السقا وراه، فحاول يسرع في السواقة وهو ماشي بأحمد السقا. يعني ماشي بسرعة جنونية لدرجة إن هو فات السواق وراح قافل عليه الطريق. السواق نزل من العربية: عيب يا أحمد بيه، ما يصحش يا أحمد بيه، يا دي مهما كانت طليقتك. قال له: اسكت انت وهات يا ضرب وإقلامة وشتيمة وشتيمة مش كويسة يعني بأفظع الشتائم. وكمان راح اعتدى على حسب، لأن السواق عمل له محضر وطليقته عملت له محضر. على حسب ما بيقولوا يعني ان هو كمان اعتدى بالضرب على السواق. انت من مدة كنت بتتكلم بتقول ان هي لا يمكن انا اشتمها ولا يمكن اعترض طريقها. دي مهما كانت مراتي وام اولادي. وللعلم هو جايب منها 3 ولاد، ولدين وبنت. جايب منها ياسين وحمزة ونادية. وياسين ده كان ليه سابقة فنية ولم ينال قبول يعني عند المشاهدين، يعني الناس ما حبتهوش يعني. فالأولاد كمان كان ليهم صور مع أمهم، شالوها من على الانستجرام وألغوا متابعتهم لأمهم. انت طلقتها 3 طلقات يعني، خلاص هي من طريق وانت من طريق. وكل ما بينزل بوست على فكرة أحمد السقا بيطلع يقولك: مش أنا اللي نزلت البوست، مش أنا اللي كنت بتكلم. وهو البوست اللي فات كان كاتب لها: باي باي أكبر كدبة في حياتي، الرخيص مهما غلي رخيص. الكلمة دي صعبة جدا يا جماعة يعني. كلمة للأسف يعني خانوا التعبير فيها. بجانب ان انت المفروض كنت في رحلة حج وبتحج في بيت ربنا سبحانه وتعالى. خلاص انت. وعلى فكرة من يومين كان احمد السقا كان طالع مع بنت مصورة، بنت بتشتغل يعني تصور فوتوغرافر يعني، اسمها مش عارف هنا شيحة باين ولا مش عارف اسمها ايه، شيحة حاجة شيحة. البنت ديت كان حاضر عيد ميلادها وكان في احضان وكان في تحس ان الصور حميمية اوي اللي كانت في عيد ميلاد البنت. فخلاص انت شق طريق. وعلى فكرة احمد السقا عنده 57 سنة، مش صغير يعني، وهي عندها 43 سنة او 44 سنة طليقته. فخلاص يعني انت سيبها يا اخي تشق طريقها ومالكش دعوة بيها. انت رايح لها الشيخ زايد. عموما هي راحت عملت محضر لأحمد السقا
والسواق عمل له محضر، والنيابة طلبت بتفريغ الكاميرات، طلبت انها تفرغ الكاميرات وتشوف اذا كان في شهود للواقعة، في يعني يحضروا الشهود. اكيد الله اعلم السواق هياخده بشهادته او ما ياخدوش، لان السواق هو كمان عمل محضر بالسب والقذف لأحمد السقا، وإن هو اعتدى عليه بالضرب وشتمه وكده. ما شفناش كمان نقابة المهنة التمثيلية كانت في كل مرة بتطلع أحمد السقا بيقولك أنا ما بنزلش البوستات دي وأنا مش عارف إيه، فكانت تطلع نقابة المهنة التمثيلية تقولك لأ، إحنا هنقاضي اللي نزل البوست بالنيابة عن أحمد السقا، وإحنا هنعمل ونسوي وي وي. إنما المرة دي نقابة المهنة التمثيلية ما طلعتش قالت حاجة، التزمت الصمت ووقفت على طريق الحياد وعملت نفسها ما واخداش بالها. ف... يعني هي في ناس بتقول انها اتجوزت طارق صبري دوت اللي هو الممثل المعروف، وناس تاني بتقول لك لا لسه ما اتجوزوش. والله هي سواء اتجوزت ولا ما اتجوزتش، الموضوع ما بقاش يخصك يا احمد سقا. هي خلاص هي حرة في حياتها، تتجوز ما تتجوزش، هي كانت زوجتك وبينكم اولاد، خلاص انت يا سيدي سيبها في حالها، سيبها تشق طريقها في الحياة كما يحلو لها، يعني مالكش دعوة بيها. وكمان قبل كده على فكرة ناس كتير بتقول ان احمد السقا يعني حريص على في الفلوس، يعني فطلع هو مع الإعلامية بسمة وهبة، قالك أنا صرفت عليها 150 ألف جنيه استرليني في مرضها، وبجيب لها ألمظات وبعمل وبسوي و انت ايا كان انت مش من حقك ان انت ده واجب عليك ان انت تصرف على مراتك لما تتعب او يحصل، واجب عليك انك تجيب لها هدايا، لانك انت ما بتعملش جديد. يعني اي حد واجبه ان هو يصرف على مراته عياله، وحقها عليه انك حقها عليك انك تصرف عليها وتجيب لها اللي هي محتاجاه. انت مش بتجب عليها يعني. فده كان ترند النهارده. ف وهنشوف الموضوع هينتهي الى ايه، لان انا شايف ان الموضوع مش الله اعلم، هيبقى فيه تحقيقات من النيابة، وفي حاليا تفريغ كاميرات هيحصل. ف سيبها في حالها احمد سقا، وسيبها تعيش حياتها، هي حرة زي ما انت كمان من يومين بتتصور مع البنت المصورة ديت. فخلاص كل واحد راح لحاله، كل واحد يشق طريقه ويشق حياته. و... وابنه على فكرة ياسين اتكلم، قال ان هو كذا مرة ابوه يعتدي على امه بالضرب، وكذا مرة يدافع يدافع عنها والكلام دوت، ولكن ابوه كان ما كانش بيقدر عليه، ومش هي... ومش هيقف قصاد ابوه يعني. وابوه مين؟ احمد السقا. فهي اساسا الجوازة شكلها كده كانت من البداية غير مبشرة بالخير، يعني جوازة زي ما بيقولوا كده محكوم عليها بالإعدام. هم اتجوزوا في يعني في أوائل التسعينات، واتطلقوا السنة دي. فخلاص ودي الطلقة التالتة. يعني انت لو قافل الطريق خالص، يعني ما فيش حتى نفس في الموضوع، لأن الشريعة بتقولك ان خلاص طالما الزوج اطلق الطلقة التالتة على مراته، يبقى كده لازم يبقى فيه محلل ومش عارف ايه وقصة كده كبيرة. مش هندخل احنا في الشرع لان احنا مش رجال دين. فهو احمد السقا اساء التقدير لهذا الموقف، ان هو وعلى فكرة التصوير الفيديو اللي هو بيجري وراها فيه وبيضربها فيه مصور صوت وصورة، والناس شايفاه كذا حد كده. فانت يا احمد السقا اسأت التقدير جدا ل... في الموقف ده تحديدا. سيبها في حالها، هي حرة، وانت ما جلت منك.
فراجع نفسك كده وقف مع نفسك وقفة كويسة. وحاول قبل ما الموضوع يكبر تلم الموضوع، لأن هي لو ساعت في طريق القضاء وقضتك انت كده هتلبس في الحيط. وخلاص، ونحترم خصوصيات بعض وملناش دعوة ببعض. المهم أعزائنا المشاهدين، لحد هنا كده إن شاء الله تكون انتهى الفيديو بتاع اليوم. إن شاء الله بإذن الله أوعدكم كل جديد وكل ترند وكل حدث هتلاقوه موجود هنا، مش في مكان تاني، في قناتكم، قناة محمد كريم. أشوفكم دايما على خير وصحة وسلامة وستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.